رؤساء الأندية نحب منهم الهدوء والتكلم بكل هدوء. بعد أن انتخبت الآن ل4 سنوات مقبلة بماذا تحلم؟ يعني أنا ما أدري، الحكم الظاهر ما يحكم في بلده، الظاهر بس يحكم نادي الشباب. وأرجو من الأخوان في نادي الاتحاد خذوا 3 نقاط أبد يكتفون فيها ولا يكثرون حكي. سؤالي ماذا تحلم؟ الحكم طبعا ما ادري، حكم صلاة الظاهر يقولون لجنة حب الخشوم دي ما هي. فيصل بن تركي، هل الحكم اليوناني تخصص للشباب؟ يعني من رئيس نادي الحزم والله. النصر إلى الآن كما ذكرت لم نعمل سوى 20%. نادي الحزم أعتقد أنه كان في الدرجة الأولى، فإذا إدارينا بهذه هذا يجيبون ناس محترفين في الإدارة الحزموية، لأنه فلما فريق يصير قطع غيار هذه مشكلة، ما عاد يصير كبير. في الحزم ايش يصير؟ قطع غير. اعتقد انه يعني احنا في دوري المحترفين، فلا يجب ان يرتقي الفكر. اذا لو اللجنه كانت يعني كفؤ انها تحكم في الموضوع، كان حكم في الموضوع بدون ما تطلع الفيفا. سمو الامير ردك على تصريح خالد البلطان على شاشه السعوديه الرياضيه قبل قليل. اذا خاطبك الجاهلون وكمل. لكن سمو الامير قال على كلمه يحلمون، وقال اذا اردتم ابناء طيف فربما تجدونهم في البلاي ستيشن. المثل يقول اذا خاطبك الجاهلون كملها. يعني ابو تركي في ناس حيزعلون كثير من كلمه صغير جدا. صغير جدا، قد فاز بدوري، قد فاز بكاس، في جمهور. ما كانت كرت احمر، كانت مجزره كرويه لا تحدث في اي محل في العالم. مش انسحاب، فأنا لا أحبذ كلمة انسحاب، أنا لا أتشرف أن ألعب في هذه البطولة. قرأنا في الصحف أنا أحمد الدوخي أن هناك ما زالت أمور مالية متبقية في نادي الاتحاد. احنا ما لنا دخل في الأمور المالية، الاتحاد يتناقش مع الفريق البلجيكي، هذا شيء رجع له. رئيس النصر يطالب الشبابيين بتقديم الشكر للطاقم اليوناني، ورئيس الشباب يرد سنشكرهم في البالتوك. فلا يقعد الدكتور مدني رحيم الشيد يقعد يعطينا آراء وأفكار. طبعا مو بالأربعة الكبار، الأربعة الكبار معروفين من هم، لكن موجودين فيه تسلل. الإسقاط على مين؟ كيف؟ هذا الإسقاط على مين 4 كبار؟ ما في الإسقاط الكبار. يعني أقصد أنت قصدت مين؟ ما أسقط أحد. فلا نقعد نتفلسف. البارح طالع لي يتفلسف الدكتور خالد مرزوقي إنه والله الخشونة وما والله الخشونة. سمو الأمير، يا أخي خليك في ناديك وخلي نادي النصر في حاله. رؤساء الأندية نحب منهم الهدوء والتكلم بكل هدوء في أي موضوع من مواضيع الأندية. بعدين يعني خالد البلطان أنا ما أبغى أعطيه أكبر من حجمه. لكن هو يؤكد انه ربما تكون تستخدم موضوع ابناء طيف لارضاء جمهورك. لا ستيل ما ابغى اعطيه اكثر من حجمه. يعني ما في رد؟ ما في رد، ما ابغى اعطي خالد البلطان اكبر من حجمه. هو رئيس نادي الشباب لو رئيس اي نادي كله واحد، انا ما ابغى اعطيه اكبر من حجمه. هذا اللي قاعد اقوله، وما ابغى تعليق من اي احد لو سمحت. انه هذا 20% فقط. احنا اكبر من ان نرد على نادي الحزم. يعني الشبابيين المفروض يشكرون الحكم، ولا كان ستكون نتيجة ثقيلة جدا اليوم. والله يا اخ بتال، اذا كان خالد البلطان او غيره الحمد لله. نعم. فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، ان كانوا يبونها تبرع لهم. طيب سمو الامير انا اقبل وجهة نظرك من الجانب النصراوي، لكنني كان بودي ان نتحدث في هذا الامر باعتبار ان الامير فيصل بن تركي عرفنا انه لديه سعة البال للحديث. اعتقد انه اللي كاتب هالتصريح هو الاخ خالد الحميدان، لانه ما هو بخبل انه يحكي هالتصريح. نعم، يعني يعني ايش تقصد انه مو يعني هذا اللي كتب التصريح خبل على قولتك؟ اعتقادي. التحكيم عجيب غريب، حكم يحكم 3 مباريات للفريق المنافس. هل نستطيع القول ان التصريحات بينك وبين رئيس نادي الشباب انتهت اليوم؟ انا كما قلت لك انا ما ابغى اكبر من حجمه، هو حجمه هذا كبره بس. شكرا لك. وش المتوقع من قرارات؟ والله ما ادري، هاللجنه ظاهر لجنه طبخ ما هي بلجنه بطوله صراحه. بس يعني هي جهه اعلاميه احنا شقيقه ونعتز بها، يمكن لك وجهه نظر. يا عبد الله انت تعتز بها، بس يطلعون بحكي سخيف جدا جدا. ليش سخيف؟ زاد عن 20% قناعه الى الان 20%. كان هناك حديث اعلامي قبل هذه المباراه بينكم وبين الشبابيين تحديدا خالد البلطان، هل سينتهي بنهايه هذه المباراه؟ لا، الشبابيين عقلاء اللي تحكي عنهم.
واحد يرسل رسالة، واحد يتصل يقول النصر يبغى بطولة، لكن ما في اليد حيلة. يعني هو ابو تركي هو يعلق على تصريحات الاستاذ خالد البلطان قال المذكور. لا، كنت اتمنى من ابو تركي انه يقول رئيس نادي الشباب الاستاذ خالد البلطان. إيدر يبكي بحرقة ويقول خدعوني وحرموني من اللعب لنادي آخر. البرازيلي إلتون يتهم إدارة النصر بتطفيشه من الرياض. لأنه الدخول في ذمم الناس هذا ما هي من أخلاقياتنا كمسلمين. لكن أنا أستغرب مثلا أحمد الخميس أمين عام نادي الهلال في لجنة احتراف، يعني هل يعقل هذا؟ طيب كيف تصدر سمو الأمير أو تصدر بيان ب20 صفحة؟ يعني أي جريدة أو وسيلة إعلامية في العالم ستنشر لك بيان ب20 صفحة؟ نادي النصر عنده 35 بطولة، وإن شاء الله تصير 37 و38، وإن شاء الله نوصل لرقم كبير بإذن الله. توصلون ل50 مثلا؟ والله إن شاء الله أكثر. نعم. يوسف، ما الشيء الذي كان في النصر ولا تتمنى أن يكون في الأهلي؟ يعني ما في شيء تتمناه كان في النصر ما تتمناه في الأهلي، يعني حتى ما تتمنى يكون مثلا في أعضاء شرف يسجلون مكالمات مثلا. استلمت الفريق سمو الأمير وهو وصيف كأس الأمير فيصل، هو في عهدك خرج من دور المجموعات. الفريق خرج العام الماضي من كأس ولي العهد من نفس الدور الذي خرج منه هذا العام. الفريق خرج من كأس الملك من دور الثمانية، وأنت لم تلعب حتى الآن كأس الملك. وصل إلى نهائي بطولتين، كأس الأمير فيصل وكأس الخليج. أنت الآن فقط في المرتبة الرابعة، تفرق بمرتبة واحدة عن الفريق في الموسم الماضي. ما هي 20% إذن التي حققتها؟ إذا كان يريد تصفية حسابات شخصية عجز عنها في مكان آخر فنقول له ضل بك الفكر وقعدت بك الهمة. من يقصدون الشخص الآخر في مكان آخر؟ يقصدون رئيس نادي الشباب خالد البلطان. النصر يرد ببيان نقرأه كما هو وكما جاء نصه. وكان تساؤل الأمير فيصل بن تركي في التصريح عما إذا كان خليل جلال هو أحد هؤلاء الحكام، ولم يتهم الأمير فيصل بن تركي خليل جلال بالرشوة. أنا أعتقد أنه هذا خصوصا هذا الحكم، هذا اعتقادي أنه من لستة الرشاوي، وأنا أقولها ولا علي من أحد. رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم الطلب المقدم من نادي النصر حول تعاقده مع اللاعب أحمد دوخي. بس أنا أقول لك يعني اللاعب إن شاء الله بيسجل في الفترة الثانية. نعم، يعني كيف سمو الأمير كيف تتأكد بأنه سيسجل في الفترة الثانية والقرار هذا يعتبر نهائي؟ عندنا خطاب رسمي من أمين عام اتحاد كرة القدم. نعم. سمو الأمير، يعني مثل هذه الإثارة القوية التي تحدث بينك وبين مسؤولي نادي الحزم وبينك وبين مسؤولي نادي الشباب، لو سمحت لي سمو الأمير، يعني ماذا تخدم، بماذا تخدم ناديك أنت؟ خمسة أشوف لك دجاجة تجيب لك بطولة، كأس الملوك ما حد يطول، جمهور الأصفر يهو يحلمون زين. هذه نكتة خاصة لجماهير النصر. في طالب في مدرس سقط طالب، ليش؟ نسى همزة الوصل. تذكر خسارتكم من الوصل، تجون قدام هلال تسوون أقوياء.